السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي بيشوفني لأول مرة أنا حسناء صادق. أهلا بيكم في قناتي، قناة ستات بيوت الذهب وقدود، وموجود وصف القناة وموجود احنا أهداف القناة بتاعتنا ايه. احنا هنتكلم مع بعض في كل حاجة خاصة بالبيت إن شاء الله بإذن الله. اللي معايا جديد لأول مرة يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس، واللي معايا من قبل كده ما تنسونيش في اللايك يا جماعة بالله عليكم. انا طالعه النهارده عشان اعمل معاكم جدول الاكل بتاع الاسبوع اللي فات. انتوا في فيديو هنا على القناه اللي ما شافوش يشوفوا ان اهميه ان انا اعمل اكل الاسبوع ده ايه. دي حاجه عبء بتشيليه من عليكي كبير جدا جدا جدا. بتحس ان انت مرتاحه طول الاسبوع. النهارده الجمعه، الساعه كام دلوقتي؟ الساعه تقريبا 8. بعد ما المغرب، بعد ما العشاء اذنت وصليت العشاء واصلا اتغدوا وتمام، وروقت مطبخي ومواعيني مغسوله وتمام التمام. بقعد القعده دي علشان اجهز اكل الاسبوع الجاي كله من السبت للجمعه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب بعمل ايه؟ انا شلت الجدول اللي كنت موريه لكم قبل كده اهو، ده كان على الثلاجه طبعا، بسيبه على الثلاجه، بلزقه على الثلاجه وبحطه قدامي عشان اعمل الجدول الجديد. والله انا ما مرتبه حاجه، انا هعمل معاكم دلوقتي وهنفكر مع بعض اكل الاسبوع الجاي هيبقى ايه، واللي عايز يعمل نفس الاكل ده يعمله. ما تتخيلوش كميه الراحه النفسيه لما تبقي نايمه وعارفه انت هتعملي اكل ايه بكره. فانا دايما الحكايه دي انا بعملها، وبعد ما هخلص عمايل الجدول دلوقتي هبدا اشوف ايه اللي عندي موجود وايه اللي مش موجود محتاجه اجيبه، وهنزل بعد ما اخلص الجدول على طول واجيبه دلوقتي، او ممكن اجيبه بكره الصبح، او يستحسن طبعا بالليل افضل. تمام. طيب احنا هنا الجدول القديم اهو قدامي عشان ما اكررش حاجه في الاسبوع ده، ممكن اكرره في الاسبوع اللي بعده. طب انا كتبت اهوت من السبت للجمعه، اديني كتبته اهو قدامكم من السبت للجمعه. تمام. هكتب بقى قدام كل حاجه اليومين. السبت اللي فات احنا كنا كاتبين بواقي عزومه لان كان عندي عزومه الجمعه اللي فاتت. طيب السبت ده هعمل ايه؟ طب انت بتشوفي تبع شغلك برضو، وعندك شغل ولا لا، عندك وقت ولا لا وكده. فانا حابه بكره ان شاء الله ممكن هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس. فراخ بالبطاطس. تمام. طيب الحد اللي انا عندي الخميس ثابت سمك، فهكتب عنده سمك كده علشان اخلص. سمك اي نوع سمك بقى، انا عندي سمك في التلاجة اصلا، فهعمل سمك مقلي محمر يعني. لو ما بيبقاش عندي بجيب سمك مشوي. في طبعا انا اتمنى ان ناكل يومين في الاسبوع سمك، هو ده الصح، بس انا الولاد عندي ما لهمش طول على السمك قوي، فبعمله يوم واحد بس الجمعه. وقلت لكم قبل كده لازم يوم في الاسبوع او 2 يكون اكلهم ثابت علشان ما تحتاريش وتريحي نفسك بقيه الاسبوع. طيب عملت يوم السبت فراخ وبطاطس. انا بصراحه نفسي اكل محشي، وخلاص الدراسه بقى الاسبوع الجاي ده لا اللي من وراه، فانا مفيش فرصه اعمل محشي غير الاسبوع ده. فانا هعمل محشي الحد والاثنين ان شاء الله باذن الله. يبقى انا النهارده لازم هجيب حاجات المحشي بقى بعمله على يومين لازم، يبقى الحد والاثنين محشي. تمام. هخلي يوم الحد معاه فراخ، ويوم الاثنين يعني بواقي الفراخ. مش هعمل يوم الاثنين فراخ ياكلوا المحشي كده والسلطه ومخلل وخلاص. لازم نحاول ندبر علشان اللي احنا فيه اليومين دول. هعمل اول يوم اهو المحشي. هعمل محشي ايه بقى؟ انا نفسي قوي في البتنجان والفلفل والكوسه اللي هي التشكيله دي. وهعمل يوم الاثنين ورق عنب. انتي واقفه كده بتعملي خلطه واحده. فانا ان شاء الله باذن الله يوم الاحد الصبح هقوم جاي ابدا اعمل المحشي كله. بعمل ايه بقى؟ يعني انا هعمل البتنجان والفلفل ده عشان مش بحبه يبقى بايت، يتسوى تاني يوم. يبقى يوم الاحد انا هعمل بتنجان وفلفل وكوسه وهسويهم في نفس اليوم وناكلهم. وهلف ورق العنب ومحشي ورق العنب وهعمل حسابه في الخلطه والف واسيبه جاهز على يوم الاثنين اصحى اسويه بس. يبقى كده حلو قوي. ممكن احاول اطلع لهم كام شريحه فراخ كده لو امكن، ما امكنش خلاص مش مشكله. يبقى انا عندي الحد والاثنين محشي. طيب عندي الثلاث والاربع. ندخل بقى بخضار. انا وانا بروق دلوقتي والنهارده كده لقيت عندي فاصوليا بيضه كتير. انا كنت عايزه اعمل فاصوليا خضراء لان الاسبوع اللي فات واكلين يومين بسله اهو. بسله كان يوم الاثنين والثلاث كانت بسله باللحم، يوم الاثنين والثلاث.
انا هخلي بقى التلات والاربع فاصوليا. تمام، فاصوليا زائد لحمه. اللي امكانياته يعمل لحمه على يومين بالفاصوليا تمام، والرز تعمليه تاني يوم. يعني انا بطبخ الرز بس هو اللي ايه هو اللي يومي، لكن الخضار بعمله يومين، وانا معوده اولادي على كده. مفيش حاجه اسمها لا او مش عايزينه الكلام ده، لا انا عودتهم على كده. يعني الفاصوليا هتبخ كميه تكفي اليومين، احنا 4 افراد يعني تكفي 8 افراد. واللحمه برضو نفس القصه. ممكن حد يعمل كده الخضار وتاني يوم ناكل خضار ورز وسلطه من غير لحوم خالص، مفيهاش اي مشكله. اهي فاصوليا تاني. تمام. وبعمل الرز على قد اليوم بقى. يعني يوم التلات ده انا هعمل شويه رز اللي هم على قدنا بالظبط. وحاولي تعملي الكميات على قدكم بالظبط، علشان مفيش حاجه تتبقى وتفضل في التلاجة لحد ما تنشف وتترمي. ما احنا بنرمي الحاجه كده يعني، لازم تعدي عليها مراحل. لازم شويه الرز يتبقوا نحطهم في علبه ونحطهم في التلاجة يقعدوا لهم اسبوع ولا حاجه، نلاقيهم نشفوا نروح راميينهم. ما ترموهم بقى من الاول وخلاص. بس احنا بنستخسر نرمي. فكده الرز حاولوا تعملوا كميات وتعاير الكميات بتاعتك على قد بالظبط بالظبط. خلاص يبقى التلات والاربع فاصوليا ولحمه. الحمد لله. اللي مش بيحب الفاصوليا البيضاء ممكن يعمل فاصوليا خضراء. كان نفسي اجيب فاصوليا خضراء بصراحه، بس لقيت فاصوليا بيضاء عندي كتير فعايزه اخلص منها بصراحه. الخميس خلاص كده ايه سمك. الخميس كده ايه سمك. طيب انا اكلتهم السبت فراخ والحد فراخ، الاثنين يا لا 3 و4 لحم، الخميس سمك. يبقى الجمعه لا لحوم ولا فراخ ولا اسماك، عقاب ليهم. الجمعه هيبقى هنا. الجمعه اللي فاتت عملت النهارده عملنا هو كشري. طيب لا الجمعه الجايه نعمل ايه بقى؟ حاجه من غير فراخ يكونوا بيحبوها. واحنا النهارده عملنا الكشري البلدي اللي هو الكشري العادي ده. هما برضو بيحبوا الكشري الاصفر بس مش قوي، كنت عاملاه الاسبوع اللي فات مش قوي، مش لازم. ممكن الجمعه دي اكله توفير. فكروا معايا كده ايه الاكلات اللي ممكن نعملها توفير من غير لحوم خالص؟ ممكن مسقعه. صح، مسقعه ما عملتهاش من زمان. مسقعه حلوه قوي. اعمل مسقعه مشطشطه كده ويغمسوها بعيش كمان، مش لازم رز بقى ولا اي حاجه. في ناس بتحب المسقعه قوي بالرز، بس انا الجمعه ده عشان قلت لكم قبل كده بنفطر فطار جامد جدا بعد الصلاه كمان، فخلاص ما بتبقيش قادره تاكلي حاجه، فبتبقى حاجه خفيفه. هعمل لهم مسقعه يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. طب نعيد بقى جدولنا تاني. بص انا كتبت جنب كل يوم اهو، وهاخد الورقه دي اقطعها واعلقها قدامي على التلاجة. حلو قوي ان عيالي قبل ما ينزلوا شغلهم الصبح يبصوا على الجدول ويبقوا عارفين هيجوا ياكلوا ايه. عملنا السبت صينيه فراخ بالبطاطس او صينيه بطاطس بالفراخ يعني، وجنبها طبعا رز اي نوع بتحبيه، رز ابيض، رز بشعريه، رز محمر. الحد والاثنين محاشي بتنجان وفلفل وكوسه، والاثنين هعمل ورق عنب على اساس الدراسه داخله بقى. ممكن ما نفضلش نعمل محشي قوي، فالاسبوع اللي جاي ده فرصه جدا ان احنا نعمل محشي. التلات والاربع اضربها خضار، ما انا تعبانه في المحشي بقى فاريح بقى يوم التلات. الموضوع الخضار سهل قوي في العمايل. والاربع برضو. والخميس قلنا السمك، وده الجمعه المسقعه. الله على الراحه. طب انا عندي ايه من ده؟ انا عندي البطاطس وعندي المحشي، حاجات المحشي اللي لازم انزل اجيبها. الورق العنب عندي في الفريزر تمام موجود. يبقى انا هنزل اجيب بتنجان وفلفل وكوسه، ده للحشو، زائد الخضره طبعا ما انساهاش، لازم اكتب كل حاجه عشان ما تنسيش. طيب انا عندي الفاصوليا واللحمه. طيب السمك بيحتاج جرجير زائد ليمون، وانا هتاكد بقى عندي بقيه ليمون وحاجات ولا لا. المسقعه محتاجه بتنجان رومي، هحتاج باذنجان رومي زائد فلفل حامي، دي مهمه جدا معايا. تمام. يبقى دي طلبات الاكل بتاع الاسبوع الجاي كتبتها هي. والحمد لله وانا عندي في الفريزر فراخ وعندي كيس لحمه هيكفيني يومين. ان انا عندي كيس لحمه هيكفيني يومين في الزمن اللي احنا فيه ده والايام اللي احنا فيها والغلا ده. ما تشتريش كميات كبيره. كان قبل كده بجيب اللحوم، بجيب مثلا فراخ تكفي مثلا اسبوعين ولا حاجه. ما تعمليش كده دلوقتي، احنا مش ضامنين الاسعار ايه. هاتي يعني باسبوع باسبوع.
والسمك عندي في التلاجة الحمد لله، وهنا الفراخ عندي برضو اللي هتكفي مع المحشي وتكفي مع البطاطس. طيب انا بعد قبل ما انزل بقى اجيب الخضار والحاجات دي هفتح الدرج بتاع البطاطس اشوف فيه بطاطس ولا لا، والطماطم والخيار وحاجات السلطه موجوده ولا لا، وهكتب الحاجات النواقص كلها في نفس الورقه بتاعه طلبات اكل الاسبوع، وانزل بقى اشتري ايه بقيه الحاجه، وهقطع الورقه واعلقها على التلاجة. انتوا بقى عارفين كميه الراحه قد ايه اللي انا فيها دلوقتي؟ بدل ما كل يوم تصحي متوتره وتجري ورا نفسك هعمل اكل ايه؟ يا نهار ابيض انا مش عارفه اعمل اكل ايه النهارده، يا طب اطبخ ايه؟ طب كذا، وتروحي عامله اي حاجه ومكرره مكرره مكرره. فكده احنا كل اللي عملناه مختلف عن الاسبوع اللي فات، فكده الولاد مش هيزهقوا ولا يملوا ولا يقدروا يعترضوا على حاجه. يلا بسرعه قومي اعملي جدولك، واللي هتعمل الجدول تقولي في الكومنتات ان هي عملت جدولها، واللي عندها اقتراحات لاكلات من غير اللحوم ومن غير الفراخ تكتبها لنا برضو، ونساعد بعض كلنا. ما تنسونيش في اللايك، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله، وفعلوا الجرس ما تنسوش. باي باي.